وسلم قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها السادة المشاهدون، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله هذا العدد فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وبشيخنا السعيد، مرحبا بك. مرحبا بك أخي أحمد، ربي يبارك فيك عندك إن شاء الله. كما نرحب بمشاهدينا الكرام عبر لغة الإشارة، ومنهم الزميلة راضية في ترجمة فعاليات هذا اللقاء عبر هذه اللغة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. يقول تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المؤمن بين النعم والنقم وبين المقامات والقمم. نعم الله سبحانه وتعالى تترى تأتي علينا، منا من يدرك ذلك فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ويؤدي ما عليه تجاه ذلك، ومنا من يغفل. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كيف يكون عذاب الله سبحانه وتعالى للأمم والأفراد عند كفران النعم؟ عن شكر النعم وكفرانها نتحدث هذا العدد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. شيخنا السعيد، مرحبا. مرحبا يا أخي أحمد. الله يبارك فيك. كفران النعم وشكرها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولئن شكرتم لأزيدنكم. في لقائنا السابق أشرنا إلى بعض الآيات القرآنية وإلى بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. من باب التذكير نبدأ بهذه الآية: ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذه الآية تحمل عدة دلالات. من هذه الدلالات أن الله عز وجل هو صاحب النعم وهو المنعم، وقد وعد وعده حق. ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن شكر النعم سبب دوامها وتمامها، وكفرها سبب زوالها وانقضائها. ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذه رسالة أولى. الرسالة الثانية أن النعم قد تسلب أحيانا، أو قد يسلب بعضها. فالمؤمن هو الذي لا ينظر إلى النعمة المسلوبة، بل ينظر إلى النعم الباقية ليدوم شكره. لو نظر إلى النعمة المسلوبة قد يتوقف عن الشكر والحمد، وربما قد يسخط، يقع في سوء التقدير. بارك الله فيك، يقع في سوء التقدير، فينصرف ذهنه وعقله وقلبه إلى تلك النعمة المسلوبة مهما كانت صغيرة، فينسى النعم الكثيرة التي يرفل فيها. ممكن لبيان هذه الفكرة بمثال. واحد مثلا في 365 ليلة كان ينام هادئا مرتاحا، ولكن في ليلة من الليالي كما يقول مرض، ربما الضرسة هي اللي يضربها كمثل، هي اللي تطرد النوم، فتجده ساخطا ناقما. يعني متى يأتي الصباح وهو ناسي تلك النعم الكثيرة التي كان ينعم بها. فهذه رسالة مهمة. أمر آخر لابد أن نتذكر سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقول، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وكن من الشاكرين. وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كسائر النبيين والمرسلين هم قدوتنا في اتصالهم بالله عز وجل، وفي شكرهم لله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. إذن هم قدوتنا، وعلى رأسهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
أيضا رسالة أخرى مهمة، وهي أن القليل هم الذين يشكرون الله عز وجل بنص القرآن: وقليل من عبادي الشكور. إذن كل مؤمن يجتهد أن يحرص وأن يجتهد ليكون من أولئك الشاكرين الذين يكثرون من شكر الله عز وجل على جميع النعم، ما يعلم وما لا يعلم. لأننا قد نشكر النعم الله عز وجل على النعم الظاهرة، ولكن هناك نعم كثيرة لا نراها. لذلك علماؤنا يقررون أن النعم صنفان: نعم نفع ونعم دفع. صحيح. نعم نفع هي التي نراها، صحتنا، يعني أحدنا إذا حمل هذا القلم بيده يشكر الله عز وجل. إذا وفقه الله إلى أن يحمل بيده ليتناول قطرة ماء، شربة ماء، هذه نعمة حرم منها الكثير، وهكذا وهكذا. فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. إذن هناك نعم نفع وهناك نعم دفع، يعني المصائب التي يدفعها الله عنا ونحن لا نراها. صحيح. لم تصلنا تلك المصائب وتلك الهموم فقد يعني أبعدها الله عز وجل عنا، فهذه أيضا نعم لا بد أن نشكر الله عز وجل عليها. فنحمد الله عز وجل ونشكره على النعم التي نعلمها والتي نجهلها ويعلمها رب العزة جل جلاله. فكرة أخرى أيضا في هذا المقام: لابد أن نفكر في كيفية دوام النعم. صحيح ندعو الله عز وجل، هذا عامل من العوامل. فمن عوامل دوام النعم ما يلي: العامل الأول هو دوام الشكر، يعني نشكر الله عز وجل باستمرار. ولأمر أراده الله عز وجل سورة الفاتحة التي ترافقنا في جميع الركعات، في المفروضات المكتوبات وفي الرواتب وفي النوافل، دائما نبدأ بسورة الفاتحة التي تبدأ بقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. إذن هذا عامل من عوامل شكر الله عز وجل ومن عوامل دوام النعم، لأن الله عز وجل قد وعد ووعده حق: ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا في القرآن، وآيات كثيرة في آي الذكر الحكيم. ثم نعود إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يكثر من شكر الله عز وجل، بل أوصانا وعلمنا الكثير من الأدعية المأثورة صباح مساء لكي تلهج ألسنتنا بحمد الله عز وجل وقلوبنا حاضرة، وهو الذكر الذي يعني يرقى إلى المقام السامق حيث يتواطأ القلب واللسان. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا حينما نستيقظ صباحا أن نقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. إذن هذا حينما يستيقظ الإنسان من نومه وقد علم نعمة من نعم الله عز وجل أن رد إليه أو عليه روحه، وهذه نعمة تستحق الشكر. ثم أدعية أخرى على المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يعني أدعية نبوية مأثورة ترافقنا في كل حال. إذا نزل الغيث نشكر الله عز وجل، بالمناسبة نحمد ربي ونشكره على هذا الغيث الذي أغثنا الله عز وجل به. نسأل الله عز وجل أن يعم هذا الغيث وطننا وسائر يعني جغرافية أمتنا بل والعالم، لأن العالم أن يشكو أزمة كبيرة. نفتح قوسا مهما وخطيرا لأقول للسادة المشاهدين والمشاهدات أن الماء قد يكون في المستقبل هو عامل سلم وقد يكون عامل حرب. الآن الدراسات والتقارير أثبتت، سواء من الجهات الرسمية أو من مخابر البحث في هذا المجال الحيوي وهو مجال المياه، هذه التقارير وهذه المخابر أجمعت على أن نصف الكرة الأرضية مهدد بالعطش. أزمة مياه خانقة تهدد العالم بأسره
والعالم العربي أيضا مهدد بأزمة العطش. لابد أن يكون التفكير جديا للنجاة من خطر العطش. إذا نحمد ربي سبحانه عز وجل، ولكن هذا وحده يقتضي أمرا آخر. هذا وحده لا يكفي، يقتضي أمرا آخر، ما هو أن نعمل عقولنا لبناء السدود، لفتح القنوات، للاستثمار الرشيد لهذا المورد المهم الحيوي وهو الماء، ولا نبذر هذا الماء. لابد أن نبحث. وهناك معارك منتظرة لا سمح الله بين بعض الدول، يعني في دجلة والفرات، هذه الدول خاصة الدول المجاورة، سواء في دجلة والفرات يعني سوريا أو تركيا مش عارف ايه والعراق، يعني بلا ما ندخلوا باش ما نخرجوش من الموضوع نتاعنا، فقط هذه كإشارة باش نحمد ربي على هذه النعمة. ربي سبحانه نزل الأمطار، نزل الغيث، ولكن نحن البشر مبتلون، نحن مختبرون. لابد أن نفكر جديا في إيجاد الوسائل الفاعلة من أجل الحفاظ على هذه النعمة، ثم أننا لا نبذرها، هذا أمر آخر. حينما قال ربنا سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ونعلم من السنة الإنسان يتوضأ حتى ولو يتوضأ من البحر أن يكون مقتصدا في الوضوء. صحيح. وهذا التدريب نبوي شرعي على الحفاظ على نعمة الماء. صحيح. والحديث يعني طويل في هذا المجال. ثم أخيرا نشكر الله عز وجل بالقلب وباللسان وبالجوارح، يعني مختصر. نشكر الله بالقلب أن نشعر بهذه النعمة في قلوبنا فقط، لا نتلفظ بالشكر والحمد هكذا بألسنتنا وقلوبنا غافلة. لابد أن تكون قلوبنا حاضرة. إذا نشكر الله عز وجل بالقلب بقلوبنا، ونشكر الله عز وجل أيضا بألسنتنا. وأما بنعمة ربك فحدث. الإنسان يحدث بنعم الله عز وجل بالدعاء والذكر ودوام الشكر لله سبحانه وتعالى. وكذلك نشكر الله عز وجل بالجوارح، بالعمل وبتحقيق كل ما يحفظ هذه النعم علينا، ثم باستخدام هذه النعم في طاعة الله لا في معصيته. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. قبل أن نبدأ في استقبال المكالمات والإجابة على الأسئلة، ملخص هذه المداخلة الكريمة باللغة الأمازيغية لو سمحت. نعم أخي أحمد شكرا. ثمثين السجد نتمسلاي نكمل والنغمة زي تكمل فين يعني النعم يدفك ربي سبحانه عز وجل. ثم زورت ربي وعد دك خلقيت مرة وين مدفكر النعمة يشكر سيدي ربي سبحانه هذه جعل النعمة أني أتذم وتسنرني ثقيل تمزوروث في السناث أوها ربي أمذان مثل حسيوث النعمة. وإلا قال يتخمم كان في النعمة ذي سيروحا إلا قد يخمم في النعمة دي قران باش يلسيساك ذوليس لفذا الحمد ربي وتشكرن. ثمثل في ثلاثة النعمة قاعد يفكر ربي لقن كويس تنحرز أم كيف تنحرز سولون النغ أم ذكر ربي وتنحمد وتنشكر سيلسون النغ إلى قنس مسلية في النعمة قاعد يفكر ربي سبحانه وإلى قال بد ما ينكر النعمة يفكر ربي سبحانه في ثلاثة إلى قام ذا الذي يستخدم النعمة يفكر ربي وين يبغى ربي ما يولي في كيس ذريم ثقيل النعمة ويستخدم ذريم يسيت واغي في محقراني في الباطل ما يفكر ربي في كيس ربي تزمر في كيس ربي الصحة ذا وإلى قال يحقر مذان وذي ظهور مذان إلى قد يحمد ربي أسينا ربي تفكر النعمة وتسكسارا انكيني وتسكساري وياض ولا قال غادي يحصد اثمثني صنغ يستماس ما كدينا ربي ذي القران يناد ما تحمد ميي ما تشكر ميي النعم يكون تفكير الذومنت وذنرين تغيج على ربي سكوكاد يحمدنا ربي غف النعمه ما ثقاد نزرا ثقاد نحصى اما ثقاد اور نزري اور نحصي. بارك الله فيك فضيل الشيخ سعيد وأحسن الله إليك. كان هذا ملخصا باللغة الأمازيغية، وعلى بركة الله نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات. ومعين الدفلة نبدأ. سيدة أم محمد السلام عليكم. سيدة أم محمد مرحبا بك. طولنا عليها شوية ربما. سيدة أم محمد عين الدفلة مرحبا بك. لا بأس. إلى ورقلة محمد. الو أخويا محمد مرحبا بك. بكثر وصلكم لاباس؟ لا بأس الحمد لله الله يبارك فيك وهني. أحمد من ورقلة مش محمد من ورقلة. مرحبا أخويا أحمد مرحبا. بكثر. بديت نسقسيك الشيخ تاع ذاك ياك؟ إيه؟ ربي عندي شغل مشكل مع
انا يسمى شغل هذا صار لي المشكل مع انسان يعني شيخ. ايوه. شيخ كما يقولوا شغل اخطات معاه خطا يعني مش مباشره معاه. ايوه. يعني انا كنت كي جيت نتفرج في التلفزيون سمعت كل شيء هذا. ايوه. يعني انا كي جيت هذه الفتوى سمعتها كل انا لقيت طلع تقبلتهاش. انا جيت نسقسي في انسان حج بيت ربي. ايوه. قالوا ايوه. جيت نسقسي وما ثبتليش. انا كي قال لي كذا قال لي راه يعرف وكذا. انا قلطت شفت الفضل اللي لفظ هاك سب للشيخ هذا. ايوه. شغل يا هل ترى هذا الشيخ انا حب شغل يا هل ترى الخطا هذه ماهيش خلطه يعني كلمه شينه ولا حاجه اللي قلتها. طيب خويا احمد انت يعني وش سؤالي ياتي هل ترى واش راي الشيخ في هذا الامر اللي صار ياك؟ ايه بشيء غير قصد بلا قصد يعني مانيش قاصد يعني الشيء هذا. وماذا بيا يعني انا يحب اذا كان هذاك قادر الانسان يستسمح من الشيخ هذا. فهمتني؟ ايوه واضح حتى واضح. يسمى كشمة النيميرو نتاعو ولا كيف الاتصال به. والشيخ هذا وين احمد؟ الشيخ هذا ما نقدرش نقول له اسمه درك في ماذا بيا كان تعطيني رقم نتاع الشيخ ولا. طيب معليش خليك معنا اخونا احمد، وان شاء الله يكون عندك رقم الشيخ سعيد للتواصل معه وطرح اسئلتك بشكل واضح. شكرا احمد من ورقلا. جيجل من معنا؟ جيجل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، معنا الأخت. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أخت حبيبة. تفضلي أخت حبيبة، مرحبا بك. الأخ حمد. مرحبا أخت حبيبة، مرحبا بك. السلام عليكم، حييتوا الشاشة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أخت حبيبة. عندي سؤالين. السؤال الأول عن دف الزراعة على راسي. طيب أختنا حبيبة معليش سامحينا على هذا الانقطاع، ولكن أولا على راسي. طيب خيطة. أختنا حبيبة سامحينا، هو غير واضح الاتصال أولا، وثانيا رجاء تجنبي الاستماع إلينا عبر جهاز التلفزيون. أرجو أن نتواصل معك بعد على الأقل توضيح جهة الاتصال. شكرا أختنا حبيبة من جيجل، وسامحينا أرجو أن تستمعي لنا عبر الهاتف حصرا، وأن تتجنب الاستماع عبر التلفزيون. إلى تيزي وزو أم عادل، مرحبا بك. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخ احمد مرحبا بك سيدة ام عادل. الله يسلمك الاخ. عندي بك 4 اسئله للاستاذ يعني نقولهم بسرعه يعني ان شاء الله. تفضلي. السؤال الاول، ونحيي استاذي على كل حال، استاذي الشيخ بويزري بارك الله فيه، ربي يستر ان شاء الله. هل يجوز يعني السؤال الاول، ايوه، هل يجوز في صلاه الوتر يعني قيام الليل، ايوه طبعا الصلاه مثنى يعني 5 و7 و9 و11 ركعه، بين الركعتين يعني هل يجوز يعني استراحه او تسبيح وقراءه شويه قران يعني؟ واضح. هذا السؤال الاول. ايوه. السؤال الثاني، كيف نتعامل او ما حكم التعامل مع من يسب الدين؟ واضح. كيف نتعامل معه خاصة إذا كان من المقربين؟ ايوه. طبعا في حالات غضب يعني غالبا ما تكون في حالات غضب. السؤال الثالث، وكنت طرحت السؤال هذا يعني الثالث والرابع، ولكن كانت انتهت الحصة وما تلقيتش إجابة. كيف نتعامل مع المرتد؟ طبعا بين قوسين ليس من الأقارب، ليس من الأقارب. كيف نتعامل مع المرتد؟ أما السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة التي اضطرت الخروج يعني خروج لأمر ما قبل وقت الصلاة أن تصلي في السيارة، طبعا مع الزوجة في السيارة، وكان صلاة الفجر يعني في ظلام، يعني هل يجوز لها أن تصلي في السيارة لأنها اضطرت الخروج قبل وقت الصلاة؟
واضح هذه سيدتي. الاسئله تاعي وبارك الله فيكم، ونحيي استاذي الكريم شيخ بويزري. الله يحييك السلام سيدة أم عليكم عادل، ورحمة بارك الله الله فيك. شكرا جزيلا. لا بأس، هذا التنبيه يعني الحقيقة تقني من المفترض أننا لا نعود إليه، ولكن رجاء دائما تجنبوا الاستماع لنا عبر التلفزيون لأنه صدى مزعج ربما لهذا التواصل. من تيزي وزو إلى أين؟ من سيدة أم عادل. من معنا بمرداس؟ السلام عليكم، من معنا بمرداس؟ السلام عليكم أخي أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا السيدة نادية من بومرداس. مرحبا سيدة نادية، مرحبا بك، تفضلي. شكرا لك أخي. أخي من فضلك لدي سؤالين. تفضلي. الأول. السؤال الأول بخصوص العقيقة. لو سمحت، إذا كان المولود ذكر هل يجب أن نختنه قبل اليوم السابع؟ وأيضا سمعت أنه يجب أن نأخذ خصلة من شعر الرضيع ونزنها ونتصدق بقيمتها مالا. صحيح، سنجيب. ولو سمحت فليشرح لي الكيفية بالتفصيل إذا كان الوقت يعني. لا، نجاوب عليها بإذن الله سيدة نادية إن شاء الله. سؤالك الثاني. السؤال الثاني أخي، لو سمحت سأوجه سؤالي لفضيلة الشيخ بالأمازيغية فقط لتفهم الوالدة الكريمة. لا بأس، تفضلي. مرحبا مرحبا. تفضلي. شكرا لك يا أخي. الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الكيني سعر عمي ذا معذور العقلية سنتورتو. وسعي الوالدين السوفة ناني يرحم ربي الرزا غني السوفة بعد قوم يسيمنا زبات مثني. بعد يما في الأخرى كي السيريدات ماشي يعني العورة السيريدات على تزميس سكرتريات وسوسة سقارن مدن بالليل سقارن بالليل الوستسلم صافي أجنبي في العام إلا قرصت السيرفر. فكيف سقسيت اسكي جوز يعني انا تخدم هكايا ديال السن كذا معذور ولا شويه نجمع وبلي جيت كنعرف نجمع لا شو دينا ثلاث ندين بنشباكي. بارك الله فيك الشيخ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا سيدة نادية من بومرداس. من بومرداس إلى تيزي وزو سيدة أم ناريمان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك، تفضلي. هل يمكن نطبق لي مع السعد الدكتور سعد بويزري؟ تفضلي. مرحبا بك، تفضلي. مرحبا. مساء الخير الشيخ. مساء الخير على السلامة. بغيت كي تفكر في الخلاف إلا يتوشوا ديال السين العمل ديال السين غير العمل. أيوة. ابري شاك فوا يسيري ديما غير تنا مبيرة شغل وانا نخدم قطع ثلاث راحل. ذا شو الخلافية رسم؟ بون خلافات زعما دايرين في دي فو بروبليماسيون تاع لا باز مي زعما دايرين مشاكل زادت في الهضور الغاشي. الهضور الغاشي. شغل خلافات شغل كل يوم نقاش نكفاير حق نكفى عنها حق نتادي زويني نتادي زويرن. ابري يوان بون كيهضر بالمغارب يقرا كنت صغيره باسكو نهني ديالي. سؤالي هو إذا كي نوجهها أسك يجوز مع حكم الدين أحرى حكم الدين سير تقطع صلة الرحم لكذا عنا أدري نفترض أن الطرف الآخر يفوت.